السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى يا ربي كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم خوتي بغيت نشارك معكم واحد شويه ديال الفقاص غادي نصاوبوه. غادي نحتاجو خوتي المكونات اللي عندنا هنايا. عندنا شويه د الملحه، عندنا كاس ديال السكر كلاصي، وغادي نزيد نص كاس واحد اخر. عندي نص كاس ديال الماء زهر، عندي جوج كيسان صغارين ديال الزيت، عندي كاس ديال الججلان، عندي كاس ديال اللوز قسمته على جوج، عندي جوج معالق كبار ديال حبه حلاوه وديال الججلان، عندي 4 ديال البيضات درجة المطبخ، عندي كيلو ديال لافارين، كيلو ديال الفارينه اللي هو هذا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو. غادي ندير سكر كلاصي، بعدا قلت عندنا كاس ونص، عندي هذا الكاس هذا، وغادي نعاود نعمر النص. هانتوما خوتي نص كاس واحد اخر ديال السكر كلاصي حتى هو غادي نزيدو. غادي ندير ديك شويه ديال الملحه، غادي ندير هاد حبه حلاوه والنافع، كلشي غنديرو في دقه واحده. وغادي ندير الججلان ديالي حتى هو منقي وما محمرش اخوتي. ودابا غادي ندير البيض. بسم الله. غادي ندير واحد الساشيه د الفاني خوتي، واحد الخماره حتى هي. راه هاد الزهر اصلا راه تيجي المذاق ديالو زوين، غير بغيت ندير الفاني حتى هو كيعطي واحد المذاق مزيان. بسم الله. السكر كلاصي خوتي ماشي بحال السنيده او السكر حبيبات، هو راه طايت يدوب، يعني ما كنلقاوش معاه مشكل. غير غادي نخلطوه مع البيض. السكر حبيبات اخوتي كتحتاجوا الخدمه معاه بزاف، اللي بغى يدير الزبده يديرها. دابا غادي ندير هذاك اللوز اخوتي راني غير غسلته في الماء، غسلته مزيان من ديك الغبره ديالو. ضروري خصو من الاحسن، ماشي ضروري، من الاحسن ما نبيتوش فازك، غير نغسلوه من ديك الغبره ديالو صافي باش كيبقى شاد ديك التقرميشه. غادي نديرو الزيت دابا اخوتي. من بعد ما درنا الزيت غادي نخلطو مزيان هادشي ديالنا، وغادي نديرو الزهر. صافي خوتي. دابا غادي نديرو الطحين ديالنا. انا عندي كيلو ديال لا فارينه خوتي، وغادي نشوف واش نحتاج. الا احتاجيت غادي نزيد على حسب الدقيق، على حسب الفرينه اللي عندنا. دابا خوتي غنخوي الخميره ديالي.
اخوتي العجينه ديالي صافي وجدات، كتجي على هذا الشكل اخوتي. هانتوما صافي كاع المكونات دخلوا مع بعضياتهم. دابا غادي نحربل، شوف شحال غادي نخرج، نديرهم شغلاط بزاف شويه وصافي. خرج شي 4 ولا 5 ديال الحربولات عندي هنايا. دابا خوتي صافي غادي ندير هاد الحربول ديال الفقاص ديالنا. بحال هكا هاد اللويزات دابا نولو لنا خارجين، نعاودو ندخلوهم. دابا خوتي من بعد ما دهنا الفقاص ديالنا بنيسكافي والبيض، غادي نشرطهم شويه بفورشيط. دابا خوتي غير هكذا بالفورشيط. داك الخطيطات اللي كيجيو على الوجه ديال الفقاصه ملي كنكونوا كناكلوها. دابا خوتي صافي خرجت الفقاص ديالي من الفران، يبرد شي شويه ونجمعو ومن بعد نقطعو خوتي، نخليه حتى يبرد ومن بعد نقطعو نشوفوا الشكل ديالو النهائي. هنا خوتي قطعت الفقاص ديالي ودرتو تحمر، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي غزال ما شاء الله عليه. اللقطه ديال التقطاع مشات ليا خوتي. المهم الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج، وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.